طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أول بانل في الانيشيتيف بتاع الديجي توك اللي هنتكلم فيها عن بداية الديجيتال ويعني إيه ديجيتال وإزاي تبدأ فيه وتتعلم إزاي والمصادر بتاعته وكل الكلام ده. ومش هلاقي مناسبة أفضل من إن أنا يكون معايا النهاردة أحمد زهران وأحمد العشري من فعلا من وجهة نظري، يعني طبعا ممكن تكون شهادتي مجروحة، بس هم من أتقل الناس اللي أنا من وجهة نظري شايفهم في المجال بتاع الديجيتال اندستري في مصر وفي الوطن العربي. فخلينا كده نأثر على على الناس ونبتدي كده الحوار بتاعنا بشوية أسئلة. الأسئلة دي الإجابات المفروض بتاعتها هتجاوب على تساؤلات واستفسارات ناس كتير بتفكر تدخل المجال. وده كان من ضمن اسباب اختيارنا لفكره ديجي توك، اللي هي فكره الناس دلوقتي في ظل الازمات اللي موجوده، والناس حاسه ان هو لا محتاجه، زي ما بيقولوا كده في الاجانب سايد هاسل. فكره ان انا عايز حاجه تانية اشتغلها، او عايز ريفينيو ستريم يجيب لي فلوس بجانب شغلي، او ان انا لو شغلي مش مكفي فانا عايز اعمل حاجه ريفينيو ستريم تاني او اعمل شيفت كارير. فمش هنلاقي افضل من الديجيتال اندستري ان احنا نتكلم عليه في النقطه دي. بس قبل ما نتكلم عليه تعالى نسأل سؤال مهم جدا، وهو يعني ايه ديجيتال ماركتنج وايه أهمية وجوده في الشركات؟ يعني ليه الناس تبقى عندها ديبارتمنت اسمها ديجيتال ماركتنج، وليه الديجيتال ماركتنج ده مهم ازاي؟ فخليني كده أبدأ بأحمد العشري وأسأله السؤال ده. هو يعني ايه ديجيتال ماركتنج من وجهة نظرك، وايه أهميته بالنسبة او وجود الديبارتمنت ده في الشركات يا أحمد؟ طيب، ازيك يا محمود؟ ازيك يا زهران؟ محمود، شكرا طبعا على الكلام الحلو اللي انت قلته في ازيك يا عشري. المقدمة ده. آم، كله حلو الحمد لله. طيب، بالنسبة لفكرة الديجيتال ماركتينج بشكل عام او ايه أهمية الديجيتال ماركتينج، خلينا نقول الديجيتال ماركتينج هو بمنتهى البساطة هو ان لما يجي براند يستخدم الماركتينج او يستخدم البروموشن او الترويج من خلال بلاتفورمز اونلاين، عشان يكونكت مع التارجت اودينس بتاعه اللي موجود اونلاين. طيب، اهميه ده في ايه؟ اهميه ده ان احنا مفيش حد فينا دلوقتي مش موجود على اونلاين بلاتفورم، ايا كان البلاتفورم دي نوعها ايه ومين السيجمنت اللي موجود عليها وهكذا يعني. ففكره ان انت البراند بتاعك يبقى حاضر او متواجد او موجود اونلاين نقطه مهمه جدا في كذا حاجه. الحقيقه اول حاجه ما يسمى بالبراند ستيكنس، فكره ان انت دلوقتي آه، او البراند ريكوجنيشن. كمان فكره ان انا دلوقتي البراند بتاعك يبقى حاضر في دماغ السيجمنت او الاودينس اللي انت بتكلمه، في اي انتراكشن بيعمله او اي حاجه بيعملها ريليتد بالكاتيجوري بتاع البيزنس بتاعك، سواء كان برودكت او سيرفيس اونلاين. فدي طبعا نقطه مهمه جدا. النقطه التانيه مهمه ان انت ممكن تستخدم كمان وجودك اونلاين ده في ان انت تدرايف سيلز او تدرايف ريفينيو من الاونلاين بلاتفورمز، لان دلوقتي الموضوع ما بقاش بس مقتصر او معتمد على فكره ان انت يبقى عندك مثلا فيزيكال ستور او حاجه على الارض، يعني الكاستمر بتاعك بيروح المكان ده يشتري الحاجه اللي هو عايزها منك على على الارض يعني ويروح. لا، عادي جدا دلوقتي ممكن ان هو ياخد نفس الانتراكشن ده معاك اونلاين، وده بيوفر عليك حاجات كتير جدا من اول اللوجيستكس، وقت، مصاريف، قوة عاملة وما خلافه يعني. فده ان نوتشل كده فكرة ايه الديجيتال وليه اهمية الديجيتال يعني. طيب ما تقدر تقول لنا كده يا زهران من وجهة نظرك ايه هو الديجيتال ماركتنج ببساطة، وايه اهميته في الشركات؟ طيب، يعني مش هضيف كتير عن اللي قاله عشري. لكن خليني أقول إن الديجيتال ماركتينج من وجهة نظري هو البوابة الأساسية لدخول أي بيزنس جديد. طرق وتشانلز وقنوات للتواصل مع العملاء بشكل بسيط وسهل، ويقدر يعمله بسرعة عن الأوفلاين وعن الأدوات التانية اللي غير الديجيتال. يعني نقدر نقول إن لو بنتكلم على السوق العربي، فدلوقتي لو انت بيزنس جديد او لو انت بيزنس موجود اوريدي وما عندكش لسه ديجيتال ماركتينج، فالموضوع دلوقتي بقى اساسي، ومفيش شركة بتبتدي من غيره، ومفيش شركة بتكون اوفلاين
وما تقدرش ان هي تدخل الاونلاين. فعشان كده الناس اللي احنا بنتكلم معاهم ممكن يكونوا هم مهتمين بالديجيتال اندستري، ممكن يكون عندهم بعض الاويرنس بالمجال، لكن اللي احنا عايزين نقوله بداية ان في بوتنشال قوي جدا، لان اي بزنس دلوقتي موجود واي بزنس لسه هيفتح هيعتمد على الديجيتال بشكل اساسي في الشغل. فopportunities موجودة وبتكبر وبتزيد مع الوقت، لان الفانكشنز كمان عمالة تزيد، والتفاصيل جوه الديجيتال تيمز بتزيد وبتكبر، والبوزيشنز كمان بتتطور، والمهمات بتاعتها عمالة تكبر وبتشيل مسؤوليات اكبر وبتاخد بادجتس اكبر وهكذا. فبوتنشال من ناحية السوق كبير وبيكبر، ومحتاج ناس كتير جدا. عدد الناس الكويسين اللي موجودين في السوق مش قد عدد الوظائف اللي موجودة ومطروحة بالفعل. وفي أسواق كتير جدا بتحتاج إن هي تبقى مفتوحة على بعض. يعني دلوقتي احنا في مصر مثلا معظم الناس اللي بتشتغل في الديجيتال اندستري اشتغلت بشكل او باخر في دولة خليجية، ان كان فريلانس، ان كان مع شركة بيشتغل ريموتلي او وات ايفر، هو حتى سافر، ممكن يكون سافر اشتغل هناك وهكذا. فده بيدي فرصة لأي حد انه مش بس كمان يشتغل في الديجيتال اندستري، لا ده يشتغل في الديجيتال اندستري من غير الهاسل بتاع فكرة المايجريشن، او ان انا انقل حياتي لدولة تانية او لمحافظة تانية وهكذا. فالموضوع فيه بوتنشال، فيه فرص كتير، في الفرص دي طبعا مع اختلاف السكيل بتاعها. يعني ممكن تلاقي فرص في شركات صغيرة، فرص في شركات كبيرة جدا، وده بيفرق ما بين الكواليتي المطلوبة من الشخص اللي بيقدم على الفرص دي او الشخص المطلوب للفرص دي. فكل السكيل، كل الاحجام مطلوبة، من اول الجونيور اللي لسه بيتعرف على المجال او لسه خبرته صغيرة في المجال، لحد السينيور والمانجر والسينيور مانجر والهيد والدايركتور. فالاوبورتينيتيز كبيره ومفتوحه، وعلشان كده احنا شايفين ان المبادره دي مهمه جدا في الوقت اللي احنا فيه، لاي حد ما دخلش ديجيتال اندستري قبل كده، او اي حد هو اوريدي في ديجيتال اندستري ومحتاج يطور نفسه ويتعرف على مصادر تساعده ان هو ياخد شورت كاتس في الكارير باث بتاعه. خليني كده اخد من كلامك يعني انت دلوقتي كنت اتكلمت عن ان الديجيتال اهميته للشركات، وان هو مهم ازاي وجود الديجيتال، علشان هو ده اللي زي ما قال كمان عشري، فكره ان هو ده الارم اللي بيسوق واللي بيبيع، بيساعد على المبيعات وكل الكلام ده. طيب خليني كده اسال سؤال ليك يا زهران، وهو فكره هل الديجيتال كتيم، يعني هو كتيم ولا ممكن واحد يقوم بيه؟ يعني هل اهميه هذا الديبارتمنت ممكن تقوم بواحد، ولا تقوم ولا هو منظومه زي ديبارتمنت، زيه زي السيلز، زيه زي الاوبريشن؟ فممكن كده تقول لي الحته دي من وجهه نظرك يعني. طيب انا يعني بتجربة شخصية، لما اشتغلت في اول شركة اشتغلت فيها كسوشيال ميديا، سوشيال ميديا سبيشالست يعني. الكلام ده كان تقريبا سنة 2012 او 2013، حاجة في الرينج ده، يعني مش متأكد الرقم بالظبط. التيم ما كانش كبير، يعني ما كانش فيه كل الفانكشنز اللي موجودة دلوقتي اللي لازم تبقى ناس متخصصين بيشتغلوا فيها. فكنا بنعمل تقريبا كل حاجة، يعني كونتنت رايتنج، ديزايننج ممكن نساعد، مودريشن، سوشيال ميديا كامبينز، كل الحاجات اللي كانت بتتعمل كان بيقوم بيها تقريبا شخص واحد. وده فضل مكمل شوية، لأن الموضوع برضو ما كانش لسه بالحجم والتفاصيل اللي موجود بيها دلوقتي. دلوقتي الموضوع ما بقاش كده. طبعا مع اختلاف حجم الشركة، التيم تفاصيله بتختلف. يعني لو شركة كبيرة قوي، ما ينفعش مثلا يبقى في حد واحد مسؤول عن المودريشن، بيبقى مجموعة بتدير الرد على الناس من خلال البيجز او البلاتفورم اللي هم موجودين عليها طول الوقت. فده بيحتاج اكتر من حد. فكرة الكونتنت رايتنج والديزايننج خلاص ما بقتش زي الاول ان بقى سوشيال ميديا سبيشالست هو اللي مسؤول عن كل التفاصيل دي. لا، بقى في تيم للارت دايركشن، وتيم للكونتنت والكوبي رايتنج، وتيم السوشيال ميديا.
متخصص اكتر في الميديا باينج وفي الادفرتايزنج. بقى في تيم متخصص في الانفلونسر كامبينز، والناس بتتواصل مع انفلونسرز ويطلع منهم بيرفورمانس بشكل معين وهكذا. فالتيمز بتتطور. زمان ابتدت بشكل بسيط، كان ممكن واحد يقوم بيها. دلوقتي لو شركة بسكيل صغير ممكن واحد عنده السكيلز بتاعت كل الفانكشنز يقوم بيها بشكل مؤقت، لكن ده مش الحال في الشركات المتوسطة والكبيرة. اوكي، يعني اخد كده من كلامك علشان بس نريكاب لو حد بيسمعنا ولسه عايز يدخل المجال. فاحنا عندنا كده، لو احنا بنتكلم عن ديبارتمنت، فاحنا عندنا ناس بتمودريت، اللي هي بتمودريت السوشيال ميديا. عندنا تيم بتاع سوشيال ميديا متخصص للسوشيال ميديا، الاستراتيجيز والافكار والكونتنت بوستنج والكلام ده كله. عندنا تيم للكونتنت والكاب رايتنج. عندنا التيم للديزاينز والارت والكرييتيف. عندنا كمان حاجه للميديا باينج، فكره الاعلانات والكلام ده. وكمان فيها اس اي او، يعني برضو من ضمن الحاجات اللي موجوده اس اي او. فكده نقدر نقول ان احنا بنتكلم عن تيم جواه كمان شويه تيمز، يعني ممكن نفصصهم مثلا لست اشخاص او سبع اشخاص يقدروا يعملوا اكتر من حاجه جوه تيم، مش مجرد فريلانسر. ده اللي انا فهمته من كلامك، وده اللي انا حابب اكد عليه، صح كده؟ والجزئيه بتاعت الويب سايت كمان انا ما ذكرتهاش. يعني انت كويس ان انت فكرتني بموضوع الاي سي او. هو انا ما نسيتهوش، بس يعني علشان كنت مركز الكلام اكتر في موضوع السوشيال ميديا. موضوع الويب سايت، لو الشركه قائمه على ويب سايت او موبايل ابلكيشن، ده موضوع تاني بقى. يعني غير تيم الديفلوبمنت وغير تيم البرودكت وغير الناس المسؤولين عن التكنيكال، الجزء التكنيكال بتاع انتاج الويب سايت او انتاج الموبايل ابلكيشن. لا، بيبقى في ناس مسؤولة بقى عن تطوير المنتج ده من ناحية التسويق او من ناحية الديجيتال ماركتنج. يعني انا مثلا لو بشتغل على موبايل ابلكيشن، فانا بعمل حاجه اسمها اي اس او. اي اس او ده اللي هو اب ستور اوبتمايزيشن، بهيئ الموبايل ابلكيشن، صفحه الموبايل ابلكيشن، ان هي الناس تعرف توصل لها بسهوله. بساعد ان اليوزر يبقى فاهم الموبايل ابلكيشن ده بيعمل ايه من قبل ما يداونلود الابلكيشن. لو هو ويب سايت، فانا بشتغل على الاي سي او اون بيج واوف بيج، بعمل لينك بيلدينج وبعمل تهيئة للصفحة نفسها، بحط الكونتنت بشكل معين، بحط الهيدر، بحط الكونتنت في باراجرافز بشكل يناسب السيرش انجنز، ان هي تعرف تقرا الكونتنت وترانك الكلمات. لما يجي حد يعمل سيرش على كلمة معينة، الويب سايت ده يرانك في نتيجة عالية. فده تيم مختلف خالص، تيم الاي سي او وتيم الاورجانيك وتيم الموبايل ماركتنج، ده تيم مختلف خالص عن السوشيال ميديا. فالديجيتال اندستري زي ما كنت لسه بقول في الجزء الاولاني في السؤال الاولاني، هو بيتطور، والتيمز الفانكشنز بتاعتها الحاجات المهام اللي بتعملها بتزيد وبتتطور مع الوقت. اوكي، طيب ده خليني اسال، يعني بعد ما اتكلمنا عن الديبارتمنت واتكلمنا عن اهميه الديجيتال، خليني اسال كده عشري سؤال. ولو حد بيسمعنا وعايز يدخل مجال الديجيتال، ازاي يدخل مجال الديجيتال وازاي يختار التيم او الدايناميك المظبوط بتاعه؟ وهل هو سهل ولا لا؟ طيب، بمناسبة ازاي ادخل مجال الديجيتال، السؤال ده يحمل اجابات كتير جدا جدا. بس يعني للي بيسمع، انا عايزك دايما تفكر ان بناء على الاجابات اللي احنا كنا بنقولها دي، ان من كتر ما في فيرتيكلز كتير جوه الديجيتال، وانت لسه بتبتدي او لسه مش عارف انت هتدخل في ايه او هتتخصص في ايه والكلام ده كله، فكل حرفيا فيرتيكال هو يعتبر، او كل بند من البنود اللي احنا ذكرناها دي يعتبر بوينت اوف انتري، او نقطة دخول كويسة ليك لو لقيت الاوبورتونيتي دي. ده في حالة ان انت ما عندكش اي تفضيلات. مثلا يعني افترض دلوقتي ان انا عندي اس اي او، وعندي مثلا سوشيال ميديا ماركتنج، وعندي كونتنت ماركتنج، وعندي ايميل ماركتنج. فيرتيكالز زي دي كلها تحت البيج امبريلا بتاعه الديجيتال ماركتنج. لو انت ما عندكش اي بريفرنسز، فانت بتبدا تشوف هي ايه الفرصه الاقرب اللي تقدر من خلالها تدخل فيلد الديجيتال بالمنظور الاكبر. فلو بوابه دخولك للديجيتال لاحقا هي مثلا الكونتنت ماركتنج او الاي سي او، ايا كان الاوبورتونيتي اللي موجوده ايه، تدخل منها. طب انا ليه بقول كده؟ لان ساعات كتير في الاول لو ما فيش حد عنده تفضيلات معينه او كده، بيبدا ان هو يقع في دوامه الاحتيار، اللي هو ايه، هو انا ادخل ده ولا ادخل ده؟ طب ده احسن ولا ده احسن؟ ودي مشكله كبيره حقيقه. ليه بقى؟ لانك انت في الاول ما فيش حاجه احسن من حاجه يعني.
انت اصلا لما تدخل من الجزء بتاع الاي سي او هتبتدي تكتشف آه، بعمق اكبر مثلا ما يوجد ما وراء الكونتنت ماركتنج. هتيجي عند مرحله معينه هتبتدي ان انت تجرب في الكونتنت ماركتنج، هتبتدي ان انت تشتغل وتكتب بايدك، هتبتدي ان انت تاكت از كونتنت كريتور. ثم بعد ذلك هتبتدي مثلا تبص على طب هو ايه اللي بيحصل عندي مثلا في الفانل. انا دلوقتي مثلا لو انا شغال اي سي او ففي ترافيك بيجيت دريفن او بيدخل على المقاله اللي انا مظبط بيها مثلا كلمات البحث وكل حاجه. جميل جدا. طيب ده انت عملت الواجب بتاعك مثلا نفترض من سيرش انجن مثلا جوجل في الحاله دي. طب ماذا لو ان انا عايز ادرايف ترافيك مثلا من سوشيال ميديا بلاتفورم على المقاله اللي انا كاتبها دي؟ فهنا انت بتبدا تنتقل بقى تشوف هو السوشيال ميديا مثلا الكابشنز بتتكتب ازاي، الكونتنت هناك بيتكتب ازاي. لو دخلت في الحته دي هتبتدي تشتغل مع التيم اللي ماسك السوشيال ميديا، فانت عندك جرافيك ديزاينر، عندك سوشيال ميديا، عندك كونتنت رايتر، عندك سوشيال ميديا ادفرتايزر. فتبتدي تشوف الناس دي بتشتغل ازاي، ثم بناء على ذلك هتبتدي تولد عندك اهتمامات اكتر. طب والله هو الراجل بتاع الاعلانات ده بيبتدي يعمل ايه، فتبدا ان انت تجرب ان انت تعمل اعلانات. فايا كان انت يعني انهي مجال هتبتدي بيه، لو انت ما عندكش اي تفضيلات ابتدي باقرب نقطه تقدر تدخلك جوه الفيلد بتاع الديجيتال. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه ان انت محتاج ان انت عند مرحله ان انت ابتديت تكون تفضيلات معينه، او ابتديت انت حاسس ان انت عندك اهتمامات معينه في مجال الديجيتال عايز تثقل منها. فما انت محتاج ان انت تبتدي تبيلد حاجه اسمها مثلا ايه، السكيل تري او شجره او كرافت تري، شجره الصنعه بتاعتك دي مكوناتها عامله ازاي. يعني افترض ان انت بعد ما جربت كونتنت، بعد ما جربت اي سي او، بعد ما جربت مثلا سوشيال ميديا ماركتنج، جربت ادفرتايزنج او كده، نفترض ان انت قررت ان انت عايز تركز اكتر مثلا في مجال الكونتنت كريشن او في مجال الكونتنت ماركتنج. جميل. فده خلاص بقى الباث اللي انت عايز تركز عليه. محتاج ان انت ترسم الشجره بقى بتاعت كل السكيلز المطلوبه منك لاتقان هذه الصنعه. هتيجي بقى تشوف هو ايه البنود اللي موجوده تحت الكونتنت ماركتنج. طيب مثلا منها بند الاي سي او ده اللي انت دخلت منه، طيب منها بند ايه تاني مثلا؟ منها بند مثلا الكونتنت فورماتس. يعني مثلا الكونتنت في الماركتنج في الماركتنج ليه فورماتس مختلفه. طب انا محتاج اتقن كل الفورماتس دي. مثلا في جزء خاص مثلا تحت الكونتنت ماركتنج ليه علاقه بالايميلز مثلا. طب انا الايميلز مثلا بتتعمل ازاي، الفولو اب بتاعها بيتبني ازاي، الاستراكشر بتاع الايميل بيتكتب ازاي، وما خلافه. تبتدي ترسم الشجره دي، وكل بقى يعني كل سكيل تحت الشجره دي بمايلستون. انت مثلا محتاج ان انت تتعلم السكيل دي خلال مثلا شهر. طيب هتتعلمها ازاي؟ عندك تو تراكس، يا تتعلمها سيلف ليرنينج مع نفسك مع تطبيق لوحدك، يا اما لو في اوبورتيونيتي في المكان اللي انت موجود فيه ان انت تطبق الحاجه دي، وخصوصا لو هي مش موجوده او البيزنس ما عندوش اويرنس بيها او ما جربهاش قبل كده. دي اوبورتيونيتي كويسه جدا ان انت تجرب وتطبق. يعني انا على ما اتذكر انا لما دخلت الفيلد ده دخلته من 13 سنه. دخلته من بوينت كانت ليها علاقه بالكونتنت والسوشيال ميديا. ما كانش فيه اي اكتيفيتي خالص بيتعمل في الديجيتال. وانا لما جيت ان انا اشتغل في الحته دي، لما جيت اكتشفت انا ايه اللي انا محتاجه من سكيلز في الحته دي عشان اتقنها، كان عندي المساحه ان انا اجرب كل حاجه انا عايزها في المكان ده. لان المكان ده ما كانش فيه لا تيم ولا مان باور ولا اي حاجه خالص تؤهله ان هو يبقى عنده وعي او نضج باهميه الحاجات دي. فدي كانت بالنسبه لي اوبورتونيتي اللي هو طب ما انا ممكن اجرب واعك الحقيقه كمان. يعني عادي ان انا اغلط واتعلم واطلع ريزلتس احسن مع الوقت. في نفس الوقت في مساحه للحركه. فانت لما تيجي تطبق، لو المكان سامح بده استغل ده كويس جدا، لو مش سامح بده محتاج ان انت تاخد اكسرسايز على جنب. يعني ده كويس ان انت قلت اخر جمله دي بتاعت ان انت دخلت ازاي المجال، او ايه الانتري بوينت بتاعتك، لان ده كان سؤالي اللي جاي. اللي هو طيب تمام، احنا قلنا ان الديجيتال تيم عباره عن ايه، وايه التايتلز اللي فيها. فكنت لسه هسأل السؤال، طب احنا دخلنا المجال ازاي علشان الناس تعرف حتى بداياتنا عامله ازاي. يعني انا مثلا كمحمود، انا لما دخلت المجال دخلته في 2011، اخر 2011. كنت بدات از سوشيال ميديا سبيشالست. كنت مسؤول عن، كانت شركه تريننج، كنت مسؤول عن الليد جنريشن. ما كانش لسه اعلانات الفيسبوك
اشتغلت من 2012، فكانش لسه في اعلانات قوي يعني. كان الواحد بيضبش بيروح يعمل ليد جنريشن اكتيفيتي عن طريق مثلا حاجه زي لينكدين، حاجه زي ريكروتمنت ويب سايت. فكان الاكتيفيتي بتاعتنا بنشقع، وما كانش فيه ريفرنس ساعتها زي دلوقتي ان الناس تقدر تلاقي فيها ريسورسز تتعلم فيها. وبعد كده بدات ابجريد واتعلم يعني ايه اوتوميشن في 2012، لما كان في حاجه اسمها كيب. اسمها انفيوجن سوفت، دلوقتي بقى اسمها كيب. وحاجه كده زي هاب سبوت. وبعد كده اتعلمت فكره الميل ماركتنج، وان انا ابعت ميلز ومش عارف. فكانت الفكره ان انا بتعلمها بالطريقه الصعبه الهارد واي، يعني انا كان بيطلب مني اوبجكتيف وانا جوه الشركه، فكنت بروح اشوف التكنيكس او تاكتكس او الاجانب بيعملوها ازاي. الاجانب دايما بيبقوا سابقنا بكام سنه، فاروح اتعلم اشوف الدنيا دي بتتعمل ازاي، واشوف ده متاح عندنا في الريجن بتاعتنا ولا لا، وابتدي انفذه. فكان ده الطريقه الصعبه. وبعد كده ظهر بقى فكره مواقع الكورسات، وبقى في ناس بتدي عرب بيدوا باللغه العربيه كمان كورسات موجوده دلوقتي ومتاحه، فبقى الموضوع اسهل دلوقتي. فده سؤالي دلوقتي ليك يا زهران، يعني انت لما بدات في مجال الديجيتال، انت بدات ازاي؟ وايه الحاجات اللي ساعدتك في الدخول وان انت تتعلم اكتر في مجال الديجيتال؟ طيب، انا ابتديت في تقريبا نفس الوقت في 2011. يعني ابتديت اقرا او اسمع عن المجال من 2010، وابتديت اشتغل من 2011. واشتغلت في حاجة هي اوريدي بيزنس بتاعي. وما كانش الاونلاين بالنسبة لي رفاهية، يعني كان لازم ان انا اكون موجود اونلاين، لان دي كانت طريقة الماركتينج الوحيدة، او طريقة التسويق الوحيدة، او قناة البيع الوحيدة اللي انا اقدر اعملها. ما كانش عندي رفاهية ان انا ابيع اوفلاين او في الشارع، يعني يكون عندي ستور او كده. فكنت محتاج ادخل اونلاين باي طريقه، لان انا شايف ان هو ببلاش يعني. شايف مش محتاجه مصاريف ولا ايجار ولا الحاجات اللي بتتعمل في الستورز دي. فلازم يكون عندي، وما كانش ساعتها الفيسبوك موجود زي دلوقتي، ولا في اعلانات ولا حاجه، ولا حتى الناس دي كانت عليه يعني، ولا حجم الترافيك ده كان موجود ساعتها. فكان الاونلاين عباره عن ويب سايت، فانت مش تعمل اي حاجه غير ان انت تعمل ويب سايت وتقول للناس عليه. فانت متخيل الفكره ساعتها كانت عامله ازاي؟ انا هعمل ويب سايت واقول للناس عليه، فهشوف ان هقول للناس عليه ازاي بقى. ده التشالنج او ده المشكله. فابتدينا ان احنا ندور على تعالى يا جماعه نشوف الويب سايتس بتشتغل ازاي. يعني ساعتها ما كانش في غير سوق، وسوق دوت كوم، ونفسك دوت كوم، وشويه ويب سايتس كده. كانت ديل مثلا من ضمن الويب سايتس كانت الكبيره دلوقتي في مصر، في الوقت ده في مصر. ابتدينا نتكلم مع الناس ونروح نقعد معاهم: يا جماعه، هو انتوا بتعملوا ماركتنج ازاي؟ هو انتوا بتوصلوا للناس ازاي؟ فطبعا كان في شركات منهم عندها القدره الماليه اللي تخليها تعمل اوت دورز، تخليها تعمل ايفنتس وتجيب فيها ناس تعرفهم بالويب سايت، تخليها تفتح ديل مثلا مع موقع مصراوي، مع المواقع بتاعه سرمدي اللي هي في الجول وفي الفن، والمواقع اللي كانت واخده الترافيك بتاع مصر كلها تقريبا في الوقت ده. واحنا ما كانش عندنا ده. فابتدينا ندور على بارتنرشيبس ارخص، او مش ارخص، بارتنرشيبس اكشولي مجانيه، ونقنع الناس بالفكره وان احنا بنعمل ايه ومحتاجينكم تقفوا معانا وتساعدونا وهكذا. وكان بيبقى فيه في الوقت ده الاورجانيك ليه تقل. يعني الفيسبوك مثلا كان الريتش بتاع الاورجانيك بيز كان نسبه كبيره من الاودينس اللي عندك، اللي عاملين لايك للبيج بتاعتك. فكنا برضو بنتواصل مع اي بيجز عندها بوينت اوف انترست شبه البوينت اوف انترست بتاعتنا، ونبتدي نتكلم معاهم: يا جماعه، طب احنا عندنا ده البيزنس بتاعنا وعايزين نشتغل معاكم وهكذا. فكان الموضوع فعلا مشي بالهارد واي بالطريقه دي. وابتدت ان احنا لما نيجي نلاقي تول جديده او بلاتفورم جديده او فيتشر جديده اتفتحت في البلاتفورم، بنتعلمها لان هي لسه معموله دلوقتي حالا. يعني فيسبوك ادز مثلا، زي ما انت بتقول، لما اتفتح في 2012 دي 1 فيسبوك ادز احنا عملنا ادز. فاحنا اصلا قاعدين مستنيينه وعمالين نقرا في الانونسمنت بتاعه فيسبوك ان في حاجه هيبقى اسمها فيسبوك ادز، هتخليك تعمل الاعلانات من الادز مانجر من غير بقى ما تفضل تكلم الصفحات، يا اما تقنعه بالبيزنس بتاعك يا اما ما تقنعوش، وهكذا.
فكل فيتشر جديده كانت بتتفتح في البلاتفورمز اللي بنشتغل عليها، وكل بلاتفورم جديده كنا بنتعلمها بالهارد واي، علشان ما كانش ليها كونتنت اصلا. ما هو الاعلانات اتفتحت النهارده يعني فلسه مفيش حد قال انها بتتعمل ازاي. فالموضوع دلوقتي اسهل بكتير ان انت تجين النوليدج، لكن في نفس الوقت اصعب بكتير في ان في ناس كتير عارفه النوليدج دي. فلما بيكون الموضوع مش معروف وبتبذل مجهود في ان انت تعرفه، بتعرف توصل اسرع. لكن لما يكون المعرفه متوفره لكل الناس، بتحتاج تبذل مجهود اكتر من كل الناس اللي عارفه المعرفه دي علشان توصل اسرع. فمع توفر كل الكونتنت اللي موجود دلوقتي بالعربي وانجلش وكوميونيتيز وكل حاجه، وكيس ستاديز موجوده في كل حته بتقول لك انا ازاي حققت ارقام اكس بصرفت اعلانات كام والكلام ده كله. الموضوع بيحتاج مجهود اكبر من بقيه الناس اللي جنبك علشان تعرف توصل اسرع. لان زي ما الفرص كتير، بس هم برضو الفرص دي بتدور على حد عنده سكيلز شخصية ونفسية اكتر من نوليدج. النوليدج دلوقتي بقت سهلة ومتوفرة، فمحتاج شوية سكيلز كده تبقى متوفرة فيك كشخص، علشان تقدر تبقى متفوق على بقية الناس اللي جنبك اللي عندها الاكسس على نفس النولج اللي موجودة دي. فالسكيلز اللي احنا بندور عليها في ناس تشتغل معانا، واللي احنا بنشوف ان الشركات بتدور عليها في ناس هي عايزة تعينها، هي سكيلز ان انت تكون بتعرف تفكر، سكيلز ان انت تكون بتعرف تحل المشاكل، ما بتعطلش لما تلاقي مشكلة بتدور لها على حلول مختلفة ومبتكرة. مهم بالنسبة لك جدا ان انت تتعلم حاجات جديدة. مهم بالنسبة لك جدا ان انت تدخل التشالنجز وتحلها وتساعد الناس اللي معاك في التيم، ان انتوا ان التيم كله يطلع بافضل نتيجة. الحاجات دي ممكن تكون ملهاش علاقة بالديجيتال ماركتنج بشكل مباشر، او ملهاش علاقة بالتكنيكال نوليدج اللي في الديجيتال ماركتنج، لكن هي دي اللي بتفرق واحد عن التاني وبتخليه يمشي اسرع في الكارير باث بتاعه. كويس جدا. طيب خلينا كده، كان السؤال اللي بعديها، لو انا دلوقتي الناس اللي بتسمعنا، انا خلاص المجال الديجيتال انا عرفت عنه، فهمت الدنيا ماشيه ازاي، داينامكس، طب انا دلوقتي عايز اتعلم. فاحنا محتاجين نقول للناس مصادر يتعلموا منها الديجيتال ماركتنج. فانا عارف ان احنا مش حاضر دلوقتي في اذهاننا مصادر، بس خليني اخد منك انت يا زهران، انت وعشري، تبعتوا لي لينكات حاجات انتوا بتذاكروا منها، او حاجات انتوا بترشحوها للناس تتعلم منها، وخليني احطها في مصادر السيشن دي اول ما تنزل اونلاين ان شاء الله، الناس تقدر تتفرج عليها وترجع للمصادر دي. سؤالي اللي بعد كده دلوقتي في فكرة هو الفرص الشغل هي متاحة ولا لا؟ ولو عايز اقدم في حاجة، او ازاي الطريقة المثالية، مش او الطريقة الاسهل في ان انا الاقي شغل او الاقي فرصة ادخل اتدرب او ان انا اشتغل. فالسؤال ليك يا عشري، هل الفرص متاحة ولا لا؟ ولو هي متاحة، طيب ازاي، ايه الطريقة الاسهل او ايه الهاك اللي اعملها علشان اخد شغلانة او اشتغل في حاجة او اعمل كيس ستادي؟ طيب، في مأساة كده بيقع فيها أي حد عايز يشتغل، بالذات في الفيلدز بتاعتنا أو في فيلد الديجيتال ماركتنج بشكل عام. وهي فكرة إيه؟ يعني أجيب شغل منين وأنا ما عنديش بورتفوليو، وأجيب بورتفوليو منين وأنا ما عنديش شغل؟ ال الهاكة اللي أنت ممكن تعملها هنا وتبدأ تفكر فيها، وده بالمناسبة بيزد على نوعية سكيلز مثلا زهران كان بيتكلم فيها. يعني اللي هو ايه؟ يعني دلوقتي مثلا السكيلز اللي تبقى موجودة فيك مثلا از ديجيتال ماركتر، ان انت بروبلم سولفر، ان انت بتعرف تبص على المشكلة من كذا ناحية، ان انت مش عارف ايه وما خلافه من نوعيات من السكيلز. هو انت مش هتستنى ان انت لما تشتغل في مكان عشان يبقى عندك السكيلز دي. انت المفروض تبقى اوريدي عندك السكيلز دي من قبل كده، او انت يعني انت بتعيش يومك يوم بيوم وانت بتفكر من خلال المايند سيت دي. فالنقطة هنا في ايه بقى؟ ان انت دلوقتي لو انت مش لاقي او انت عايز تجيب شغل بسرعة جدا، دايركت ابروتش. دايركت ابروتش لمين؟ انا دلوقتي مثلا اهتميت في شغل مثلا السوشيال ميديا، ان دلوقتي عايز تمانج مثلا كلاينت ده مثلا
عنده مشكله انت خدت بالك منها مثلا في الكونتنت، عنده مشكله مثلا انت خدت بالك منها في الادز. انت دلوقتي شخص شايف ان انت عندك اكسبيرينس كواليفايد في الحتتين دول شويه، جربت كتير او الكلام ده كله. طيب انت بما انك لاحظت المشاكل دي عند الراجل، فانت المفروض انت عملت اناليسز للراجل ده او للكلاينت ده. انت ما عندكش بورتفوليو، فبالتالي مثلا مش هتاخد اجر مادي مثلا كويس جدا على الحته دي عشان ما عندكش اكسبيرينس في الحته دي. طب ليه لا ان انت ما تفتحش دايركت ابروتش ما بينك وما بين الكلاينت ده، وتقول مثلا انا خدت بالي من كذا كذا كذا، وانا اقدر اعمل لك في البوينت دي 1 2 3 4. ممكن تاخد شغل اصلا شهر فور فري، ولو الدنيا تمام ليتس توك ونتكلم في الشغل. ممكن تاخد الشغل ومش عايز تشتغل بيه، خلاص انت حر. طب هيجي حد مثلا يقول لي دلوقتي طب ما انا ممكن يعني، طب ما انا لما ببعت ده ما ممكن الكلاينت يرفض. هقول لك اه، بس انت لو دلوقتي بعت، عشان تزود فرصك، زود كميه التاتش بوينتس اللي انت بتعملها في الدايركت ابروتش ده. يعني انت لو بتكلم واحد كلم 10، بتكلم 10 كلم 20 او 50. لان في بيزنسز كتير جدا موجوده بالذات اونلاين لسه بتبتدي، ما عندهاش ريسورسز، في اوبورتونيتي ان هي ترايز اب وان هي تعمل شغل حلو، ولكن ما عندهاش ما يؤهلها ان هي تجيب ناس بروفيشنالز تعمل ده. وفي نفس الوقت الاوبورتونيتيز دي هي برضو اوبورتونيتيز ليك، سنس ان انت واخد الكارير بشكل جدي، مذاكر كويس وعايز تطبق ومش لاقي اوبورتونيتي، فالاوبورتونيتي موجوده مثلا كفيرتيكال عند الناس دي. طيب دي بوينت. البوينت الثانيه ان انت تبدا تستغل السكيلز اللي موجوده عندك بمنتهى البساطه، ان انت تتيتش وات يو نو. معنى ايه؟ ان انت دلوقتي مثلا انت بقى عندك اكسبيرينس مثلا، نفترض مثلا في الكونتنت، تمام، وطبقت كتير وكل حاجه، ولكن ما جاتش فرصه ان انت تبتدي ان انت تعمل ده مع ريل كلاينتس. جميل جدا. ايه اسرع حاجه ممكن تعملها في الحته دي؟ ان انت تبيلد كريديبيليتي واثوريتي ليك انت ككونتنت كريتور. طب انت تعمل ده ازاي؟ ان انت تبتدي ان انت تشير وات يو نو اباوت كونتنت مثلا فور ذا بابليك. انت دلوقتي مثلا عايز تشتغل مع بزنسز، فتبتدي ان انت تشير كونتنت. هو المفروض البيزنس لما يجي يعمل كونتنت يفكر ازاي، يعمل ايه مثلا. ممكن ان انت من خلال ده مثلا تاخد زي ما بنسميها كده بروبونو كيسز، يعني تاخد كيسز مثلا ببلاش، وتقول مثلا الكيس دي انا اشتغلت مع البيزنس فور فري، كانت المشاكل اللي موجوده عنده 1 2 3 4، بعد كده انا حليتها عن طريق 1 2 3 4، وبص الريزلتس عامله ازاي. التراكم بتاع الشغل في الحته دي ان انت تكريت كونتنت بالشكل ده بيجيب لك اكسبوجر مع الوقت. فلما يجيب لك اكسبوجر مع الوقت، فده هيعرضك لقطاع اكبر من جمهور تارجت اودينس، يعني محتمل اللي هو البيزنس اونرز اللي ممكن يشتغلوا معاك. ممكن يبعتوا لك دايركت، والله يا اكس احنا عجبنا قوي الشغل اللي انت بتعمله ده، وكنا حابين ان احنا نعمل حاجه مع بعض. فانت تقدر ان انت تخلق اوبورتونيتي من خلال ان انت تكريت اسيت تقوي بيه الكريديبيليتي بتاعتك وتزود بيه الاثوريتي بتاعتك. اما بقى الفيرتيكال الثالث اللي تقدر من خلاله تخلق اوبورتونيتي، هو ان انت تليست برضو وات سكيلز دو يو هاف من خلال النيتشز او الماركتس الخاصه بيه بالفريلانسنج. ودي في ماركتس كبيره جدا وبلاتفورمز كتير جدا موجوده في الحته دي. كل اللي انت محتاج ان انت تعمله ان انت تذاكر النيتش اللي انت هتكمبيت فيه، وتبدا تبص هي الناس بتعمل ايه. يعني التوب بلايرز، الناس الجامده قوي اللي موجوده في الماركت ده في النيتش بتاعك بيقدموا ايه السكيلز اللي هم بيحطوها، او ايه الحاجات اللي يقدروا ان هم يعملوها. وبص على باقي اللي موجودين. بنسبه كبيره جدا انت هتبقى الجاب ما بين التوب بلاير والريجولار بلاير. يعني انت هتبقى في النص ما بين الحتتين دول. انت المفروض عايز تقرب اكتر من التوب بلاير. ليه؟ عشان تفلتر نوعيه الكلاينتس اللي تشتغل معاها، وتزود البادجت اللي بتقدم بيها خدماتك از فريلانسر للكلاينت ده. طيب ده هتعمله ازاي؟ لما تكتشف هو ايه اللي انت تعرفه وشاطر فيه، وايه اللي انت ما تعرفوش او ناقصك واللي المفروض تبقى شاطر فيه. ده هيجي منين؟ اوبزرفيشن التوب بلاير والريجولار بلايرز. كونسيستنسي في الحته دي از فريلانسر بتجارانتيه برضو ان انت مع الوقت بتزود البيز اوف كلاينتس بتاعك، بتزود البيز اوف ريفيوز، البوزيتيف فيدباك والبوزيتيف ريفيوز عليك، وبتزود فرصه ان انت تعلي سعرك، وتبدا ان انت بدل ما كنت في الاول بتقبل اي نوع من الكلاينتس،
تبدا ان انت تفلتر نوعيه الكلاينتس اللي تشتغل معاهم. طيب انا خليني اخد من كلامك يا عشري، يعني انت قلت فعلا نقطتين مهمين جدا. يا اما فكره الفريلانس وتركز على نيتش، او ان انت تروح تابروتش الشركات او اندستريز بعينها. وخليني اكد على كلامك في نقطه، يعني انا مثلا من ضمن الحاجات اللي بستخدمها في شغلي، بروح مثلا لو بدور على حد، بروح اجيب حد معين هو راجل متخصص ان هو يعمل داشبوردز مثلا على على جوجل داتا ستوديو، او حد مثلا بيعمل سكريبتات او سكريبتس يعني ببايثون كود مثلا عشان يعمل سكرابنج لداتا في حاجات معينه، او حد مثلا بيعمل ميديا باينج او بيعمل اعلانات لتيك توك او سناب شات في اندستري معين مثلا في النيتش بتاعت امريكا، في الويننج برودكت في امريكا. فانا بحب الناس اللي بتبقى متخصصه جدا، وبروح اشتري منه الخدمه بتاعت فريلانسنج، عشان انا بوجهه نظري هو ده هيسهل عليا فكره ان انا اروح اجيب حد بتاع كله والكلام ده. فده ابروتش ده مهم جدا الناس تاخد بالها منها، فكره ان انا اركز في سكيل معينه، والسكيل دي اروح اتعلمها او اشوف حد بيعلمها لي او حد بيدي فيها كورس معين، وابتدي اركز عليها اقدر اجيب منها فلوس او اقدر اشتغل فيها. فده يعني دي جرانتيد معلومه يعني، واقدر اقول لك ان دي مدخل سريع وهاك قوي جدا في ان انت تدخل في مجال الديجيتال. من ضمن الحاجات التانية اللي باكد عليها زي ما عشري قال، فكره ان هو التشتيت، ان انا عايز اشتغل، طب البورتفوليو مش البورتفوليو، الكلام ده هو الحل بتاعها فعلا ان انت بتختار مثلا اندستري معين انت قوي فيه، وسكيل معينه انت قوي فيها، وتبتدي تابروتش الناس دي بالسكيل بتاعتك. فعلى سبيل المثال، انت راجل عندك خبره مثلا في شركات السياحه، وانت راجل بتعرف مثلا تعمل اناليسيز وبتعمل كونتنت مثلا، على سبيل المثال بياع في حته السياحه، فانت هتبتدي تعمل اناليسيز شركات السياحه، تختار كام شركه من لينكدين مثلا موجودين في مصر، تبتدي تعمل لهم مثلا اناليسيز عن الحاجات السياحيه، opportunities اللي موجوده، سياحه داخليه سياحه خارجيه، وبعد كده تبتدي تحط على الخطه بتاعتك وتقول لهم انا هشتغل ازاي، واديهم سامبلز وبتاع. اكيد هتلقط مع حد منهم، لان مفيش حد النهارده مش عايز حد يسهل عليه الدنيا وان هو يديله الشورت كات لان هو يبيع اكتر. صح. ودي حته فعلا الناس المفروض تركز عليها. وده خليني اخد نفس السؤال، الاجابه بتاعتنا بتاعتي انا وعشري، واسالها لزهران. هل يا زهران انت شايف ان في شورت كات ممكن الناس تعمله او تلاقيه علشان تدخل مجال الديجيتال؟ طيب الحقيقة أنا بالنسبة لي الشورت كات اللي أنا بشوفه شورت كات منطقي ومهم أي حد يعمله في أي مجال مش بس في الديجيتال، هو إن أنا يكون عندي نتورك تساعدني أظهر شغلي. يعني من الحاجات اللي بتساعد أي حد إنه يشوف فين الأوبورتينيتيز أصلا، هو إنه يكون موجود وسط الكوميونيتيز. يعني انا مثلا واحد بشتغل في ميديا باينج يعني، فانا مفروض اكون عندي كونكشنز كويسه بكل الناس اللي بتشتغل في الميديا باينج، او يعني بالدايره القريبه مني من الناس اللي بتشتغل في ميديا باينج اتليست في بلدي بالناس اللي بتشتغل في النيتش بتاعي. لو انا مثلا بشتغل في ميديا باينج في مجال العقارات، فانا مهم جدا ادور على الكوميونتي بتاع الميديا باينج في العقارات، واجوين الكوميونتي واكون انتراكتيف، واكون برو اكتيف، وشير مع الناس كونتنت، وشير مع الناس ابديتس، علشان الناس تعرف انا مين وبعمل ايه بالظبط. ولما يكون في opportunity انا ابقى اول واحد اجي في بالهم ان يرشحوني للاوبورتينيتي دي. ده مش بس في الديجيتال اندستري، ده في اي حاجه. يعني انا بشوفها من الحاجات المهمه جدا واسينشال في حياتنا، يعني ان احنا يكون عندنا نتورك قويه. وهي النتورك دي زي ما هي ليها فوائد، هي برضو ليها مسؤوليات. يعني انت لما تكون موجود في نتورك، انت بيبقى عندك مسؤولية ان انت تكون عضو فعال. ما هو انت لو عضو نايم محدش هيشوفك اصلا، محد يسمع عنك حاجة. فمن باب المسؤولية لازم تكون فعال، والمسؤولية دي بتجيب لك او بتخليك تجين مور credibility وتبوزيشن نفسك بشكل معين وسط الكوميونتي. وده انا شايفه شورت كات مشروع جدا. و... وانا نفسي معظم الشغل اللي اشتغلته في حياتي كان من خلال ناس اعرفها وناس رشحتني لناس، مش من خلال سي في او ان حد شاف البروفايل بتاعي وهو اللي عمل لي هيد هانتنج، او ان انا قدمت في شغلانه. لا، هي عاده بتبقى حد عارفني وعارف انا بعمل ايه بالظبط، فبيرشحني لحد
فالكريديبيليتي بتاعته بتتنقل لي بالتبعية، لان هو اللي مرشحني. فبيبقى الموضوع نصه خلصان وانا رايح الانترفيو، او انا رايح اتكلم مع البيزنس. شكرا يا عشري، وشكرا يا زهران على السيشن بتاعت النهارده واول بانل في ديجي توكس، واللي فيها اتكلمنا عن ايه هي الديجيتال ماركتنج، وايه اهميه وجوده في الشركات، وايه اللي بيعمله بالظبط الفريق الديجيتال، وايه التايتلز اللي موجوده فيه، وازاي ادخل، وهل الموضوع ده سهل في مجال الديجيتال ولا لا، وازاي اتعلم اكتر، وايه المصادر اللي اتعلم منها. ودي ان شاء الله هتلاقوها في مصادر الحلقه. وايه كمان الفرص الشغل المتاحه، وايه الهاكس السريعه اللي اقدر ادخل بيها مجال زي الديجيتال. تابعونا ان شاء الله في التوكس اللي جايه، نتكلم فيها اكتر وبالتفصيل عن المجال، بكل الحاجات اللي فيه، بتشعباته، بكل الكلام ده. شكرا، واشوفكم ان شاء الله في بانل جديد.